عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناتنا الأعزاء، أهلا بكم وآسف على التأخير في تنزيل فيديوهات. إن شاء الله القناة ده هتخش تفعيل إن شاء الله آخر الشهر ده وربنا يكرم، وهنبدأ ننزل ملخصات الأفلام وأحدث الأفلام وأقوى الأفلام إن شاء الله. وإن شاء الله يعني تكبر عيلتنا مع بعض على القناة ونوصل ل100 ألف إن شاء الله. طبعا كله بدعمكم وبمجهوداتكم. حبيت أشارك تجربتي معكم في الشراء من على الفيسبوك. اشتريت مايك كوندنسر BM 800. طبعا ده كان اول بصراحه مره اشتري من الفيسبوك. انا اشتريت من امازون وجوميا ونون والمواقع كلها، بس كنت خايف جدا من الشراء من على الفيسبوك عشان خاطر يعني محول يرجعوا، وان انت ترجع الحاجه، او لو فيها مشكله تعرف تتواصل مع المكان ازاي، خصوصا لو هو بيبيع لك اونلاين ما انت مالوش مكان اصلا. فممكن اقول لحضراتكم تجربتي الصغيره كده في الشراء برضه عشان حد يعني نستفيد من بعض ونعلم بعض. طبعا لو انت بتشتري من خلال الفيسبوك لازم تتفق على كل تفصيلة في الحاجة اللي انت بتشتريها، وقبل ما تشتري الحاجة حاول تتفرج على اليوتيوب، شوف ناس فاتحة المنتجات مقدمة الموضوع زي ما انا مقدمه كده، بحيث ان انت قبل ما تشتري يبقى عندك خلفية عن الحاجة تبقى موجودة ايه. برضو تكتب في الرسائل الخاصة ما بينك وبين الراجل كل الشروط اللي انت عايزها، وتأكد عليه ان انت مش هتاخد الحاجة الا لما تشوفها، ولو ينفع تجربها اتكلم معاه فيها. تمام. وبعدين يعني اهم حاجه المصداقيه يا جماعه في المواعيد، وما تدفعش فلوس الا لما تستلم حاجتك وتشوفها وتعينها. ده كلامي. طبعا المنتج هو المفروض ان هو اسمه BM 800. طبعا ما فيش اي حاجه على الكرتونه بتقول ان هو BM 800. هو طبعا الكرتونه بحجم يعني حجم مناسب، حوالي من 40 سم ل 50 سم، 30 سم ارتفاع، 10 سم سمك او 15. ده شكل طبعا الكرتونه. طبعا هي ما فيهاش حاجه يعني ايه، في طبعا شويه كلمات وحاجات، بس احنا سيبك من الكلام ده كله. احنا النهارده ان شاء الله هنفتح مع بعض، وان شاء الله هنعمل زي تجربه ليه واختبار ليه، لان احنا مش هنحب نقول للناس ان كان كويس ولا وحش الا لما يكون يعني ايه مجربين ومتاكدين منه، عشان اللي يشتري على بناء عننا يبقى عارف. انا طبعا انا فتحت المنتج اول ما جه واستلمته قدام الناس والكلام ده كله، بس انا حابب نفتحه مع بعض ونشوف محتويات العلبه زي ما قلت لك بالظبط. طبعا العلبة بتتفتح. ده شكل الكرتون يا جماعة. طبعا اول حاجة ديت المفروض ان هي الفاتورة والحاجات ديت، بس انا عايزك تركز على حاجة واحدة هنا، مش عارف تبقى باينة ولا لأ. هنا بالظبط مسموح متاح الفتح ومتاح التجربة. ده طبعا في الوصل اللي انا استلمت بيه المنتج من الشركة، ده بيبقى بره الكرتونة. جوه الكرتونة عندك الكتالوج. طبعا انت حابب تمشي على الكتالوج زي ما هو موجود، هو هيفيدك برضه. وما حبيتش وحابب الموضوع يبقى بالعربي وسهل بالنسبه لك، تقدر تتفرج على يوتيوب، حد في اليوتيوب هتلاقيه شارح المايك يعني، لان في ناس اشترته بس يعني من فتره كبيره. انا بصراحه دورت على مراجعات كتير ليه ما لقيتش مراجعات يعني تفيدني قوي يعني. ده برضه ده خاص بترددات الصوت والمايك والهرسز والكلام ده كله. المايك المفروض يبقى شكله من جوه من جوه. تمام. اول حاجه معانا طبعا البوك فلتر. طبعا هي دي يا جماعه عشان لما بتتعلق هنشوفها مع بعض دلوقتي بتتعلق ازاي، بس هي يعني ايه التصميم بتاعها محترم جدا، والخامه كويسه. الخامه بتاعتها بصراحه محترمه، حاجه كويسه يعني انا دخلت وشفت اسعار حاجات زي كده ب 100 جنيه و150 جنيه لوحدها يعني. طبعا منع الاهتزاز بالنسبه للمايك، عشان لو انت حاطط المايك في اي مكان وانهز او حاجه فديت بتلتقط يعني تمتص الصدمات. شكلها طبعا بتتحرك معاك بالشكل ده، ودي طبعا اكيد حضراتكم فاهمين يعني حريه الحركه فيها، سهوله الحركه. معانا الكابل الرئيسي طبعا على مخرج 3.5، وده مدخل مايك. وبرضو في حاجه هنتكلم عليها كمان شويه. ده طبعا المثبت الحامل بتاع المايك، لان المايك هو يعني عبارة عن طبعا هو كده الكرتونة تعتبر مفتوحة وباين الحاجات. نكمل وبعدين نقول. ده المثبت بتاع الحامل بتاع المايك. طبعا ده لو تشتري لوحده برضه هيخش في 400-500 جنيه لوحده. ثبته طبعا بالشكل ده. طبعا القطعة دي بتبقى فوق يا جماعة، ودي اللي تحت كده، وبتقفش على الحاجة، وبعدين بتحط الدراع بتاع الحامل هنا، تبدأ تربط عليه أو توسع عليه. ده شكل الوضعية بتاعتها الصحيح يعني. دي فوق المكتب ودي من تحت المكتب.
طبعا بيجي مع الجهاز مجموعة كابلات، في كابل كمان بس انا محطوش بصراحة في الكرتونة. بيجي مع 3 كابلات، 2 كابل عادي على 3.5، كابل عادي برضو على USB، وفي كابل كمان زي ده يا جماعة. ده المفروض انه خاص بالموبايل او كده. لو طبعا لو الموبايل بتاعك تايب سي هتجيب تحويلة، تمام. ودي اللي بتركب في الجهاز. طبعا معانا كارت الصوت V8. طبعا في موديلات 4 موديلات نزلوا منه دلوقتي، V8 S وبلس، ويعني هنستعرضهم مع بعض دلوقتي تجربة على السريع كده. طبعا ده الحامل. معانا برضو البوب فلتر تاني بيركب على المايك، ومعانا الحامل. ده الحامل يا جماعة، المفصلات بتاعته تروح وتيجي، تقدر انت تتحكم من هنا بالمسافة بتاعته. دي طبعا اللي بتركب في القطعة التانية عشان تثبت، يعني انت المفروض بتبقى مثبت دي كده على المكتب، تمام، وبتركب دي فيها كده، تدخلها من هنا كده، وتربط بقى المسمار ده، فبتثبتها بقى تبقى ثابتة معاك على المكتب بالوضعية ديت يعني، تمام. طبعا من قدام دي اللي هي بتركب فيها منع الاهتزاز للمايك، طبعا حضراتكم شايفين شكلها عاملة ازاي. ماشي، هنستعرضها برضو مع بعض دلوقتي. طبعا في 4 سوست هنا عشان ما ينقفل ما ينفتحش، يعني يدوله ايه زي متانة اكتر كده في الثبات. معانا الكابل التالت اللي انا قلت عليه اهوت، 3 كابلات. ومعانا المايك. طبعا المايك يا جماعة حديد، الجسم ده معدن من اول هنا بالظبط كده لحد هنا معدن، الجزء ده كله معدن. ده بلاستيك، لا والله مش بلاستيك حتى، يعني يعتبر شبكة من اللي هي المعدن بس ضعيفة يعني، بس كحجم يعني لا مناسب في الايد، يعني تقيل تماسك مايك، تمام. هنظبط الحاجة بقى كلها مع بعض ونرجع مع بعض تاني. طبعا قدامكم كده كل محتويات الكرتونة. طبعا المايك. قبل ما نكمل لازم برضو نقول ايه العيب اللي انا بعد التجربة الاولى يعني لاحظته. مدخل 3.5 ده في كل الكابلات ما بيركبش على الموبايل معايا. انا عندي المدخل 3.5 بس حاسس ان حجمه يعني اصغر من التليفون، مش عارف ازاي، بس انا ممكن هبقى اجربه في يعني في اجهزة تانية، وهكتب ان التجربة نجحت ولا لا في اول تعليق يعني، او في الوصف بتاع الفيديو. ال3 مداخل دول انا جربتهم في تليفوني ما اشتغلش، يعني ما ادوش نتيجة، ما كتموش الصوت. طبعا جربتهم على الصب العادي اشتغلوا، يعني ركبوا مفيش مشاكل وتمام يعني. ده انت لو حابب يعني تسجل مع الكمبيوتر وكده. طبعا الجهاز بيجي فيه نسبة شحن صغيرة يعني. طبعا بتدوس كده كده هو المفروض تشتغل. طفي الإضاءة عشان برضو الصورة تبين. تمام. طبعا ده اول زرار معانا هنا، ده مدى حساسية المايك، يعني لو انت عايز المايك يبقى حساسيته عالية وياخد الصوت يعني وانت بعيد عنه شوية، تقدر تستخدمه من الزرار ده اللي هو بتاع الحساسية بتاعة المايك. الزرار التاني ده بيعمل صدى صوت، يعني بيخلي صوتك وانت بتتكلم زي الميكروفون كده والحاجات اللي فيها صدى صوت يعني. الزرار الاولاني هنا التريبل والبيس، والزرار الرابع ده اللي هو اما بتشغل التليفون بتشغل له مزيكا او حاجة بيقدر يعلي معاك ويقفل معاك الصوت، حتى لو مثلا انت مش عايز تسجل خالص او الصوت ما يطلعش خالص بتجيبه هنا. وده طبعا بيدعك المزيكا لو انت مشغل مزيكا مع التسجيل، يعني انت بتسجل مثلا اي وحدة موسيقية او في جهاز مثلا مزيكا شغال طبعا بتوصله، طبعا الوصلات بتاعت الجهاز اهي. اول حاجة بتدخل الكابلين دول للتليفون، تمام. ده كابل، ده مكان كارت الشحن او الاتصال، وده برضو يشتغل مزيكا ميوزك للتليفون.
ودول معانا ده السبيكر، ودي يعني ده السماعة اللي هي لو انت بتشغله على صب وعايز تسمع الصوت على صب، او عايز تسمع الصوت بتاع التسجيل بتاعك على المايك على الهاند فري. وده معانا المايك 3.5 مدخل 3.5. ومعانا ده برضو دايما المايكات اللي هي مش كوندنسر، تمام. ده بيشتغل من هنا، دي المداخل بتاعته. معانا هنا برضو الزرار ده بتاع الايكو اللي هو بيخليك مثلا مغير اصوات، يعني دي شوية اضافات كده، تمام. ان شاء الله نعمل فيديو عليها ونسمعكم الصوت. طبعا الزرار ما بيطفيش الا لما تاخد اللي جنبه، يعني هو بيقوم جاي طافي بقى، تمام كده يعني كده. ودول مجموعة يعني ترحيب وتسقيف وضرب نار وحاجات زي كده. طبعا انت لما بتشغلها كده مش هتسمع حاجة، مش الصوت هيخرج. الجهاز طبعا بيدعم خاصية البلوتوث وبيستقبل البلوتوث بتاع التليفون، يعني ممكن مكان الكابلات ده اصلا ما تستخدموش. يعني لو انت حابب ان انت تضيف مزيكا للكلام وانت بتسجل، تقدر طبعا تحدد صوت المزيكا عالي ولا واطي من خلال الزراير والتخصصات اللي موجودة معاك هنا في الجهاز. طبعا ده هيبقى بشرح عملي اكتر، يعني بتوصيل النهاردة بس فتح العبوة يعني. تمام كده. ده بالنسبة للكارت الصوت. طبعا الكارت ده انت لو بتشتريه لوحده برضه هتلاقيه موجود على امازون، والحتت ديت هتلاقيه بتتكلم من 350 400 500 ده لوحده. انت لو جمعت الحاجات دي اصلا لوحدها هتتكلم في 1000 ونص بأقل حاجة، يعني أقل تقدير. بالباكج على بعضه هتبقى 700 جنيه 800 جنيه. ده بالنسبة لوقت نزول الفيديو يا جماعة، يعني عشان نبقى الكلام. طبعا منع الاعتزاز بتاعنا ده محترم جدا، خصوصا موضوع الاستيك ان هو مش هيقبل، والخامة الاستيك كويسة عشان دي اكتر حاجة انت هتستخدمها. يعني انت هتقعد تشيل مايك وتحطه. طبعا في ملحوظة انا خدتها برضو من ناس يوتيوبر كتير، طبعا مفيش اي كتابة يا جماعة على المايك، يعني المايك سادة واخدين بالكم، مفيش. انت بس لو دقيت هنا المايك جوه اهوت، شايفينه مع الاضاءة اهوت. طبعا ده الظهر، ده الوش. تعرف الظهر من الوش منين؟ اما بتيجي تركب الكابل بتاعك دي، يعني ممكن بقى تقعد قدام البرنامج مثلا او تقعد تتكلم لحد ما بتوصل. طبعا الصوت المايك بياخد صوت من الجانب يا جماعه، مش من فوق، تمام، عشان برضو اللي يجي يشتري يبقى عارف ان هو هيبقى استخدام المايك من هنا، تمام. اما بتيجي تركب طبعا الكابل زي ما حضراتكم شايفين الكابل بتاعه، اما بتيجي تركبه من هنا طبعا لازم تسمع الصوت ده ان هي قفلت البرشامه. الاستقبال من هنا على طول، يعني من غير ما تدوخ نفسك، مع ان المايك مش مفيهوش حاجه، تمام. طبعا تفك المايك. بالنسبه للمايك ده لما تشتريه لازم تفكه عشان تشوف البورده بتاعت المايك كبيره ولا صغيره. طبعا اول حته حديده ديت اهي، ده جسم المايك، تمام. وبعدين الجسم الحديد، تمام. ده حديد برضه يا جماعه، فريم. ده البورده دي يا جماعه انا شفت الناس يوتيوبر كتير اتكلموا عنها ان انت لما تشتريها لازم تبقى البورده الكبيره، فده البورده الكبيره. طبعا التفاصيل دي برضه انت بتتكلم مع سواء لو انت بتستخدمه من على الفيسبوك او من شركة او من اي مكان، لازم تتأكد من الحاجات ديت بعينك، يعني ان هو لو الحاجة دي ما جاتش بالشكل المناسب هي مش هستلمه، تمام. دي اكتر حاجة لازم تتأكد عنها اصلا وانت بتشتري. طبعا وانت بتركب الحديدة، الجزء اللي فوق هنا في سنة هنا هيت اقل شوية، هي مفيش من اي ناحية تانية موجود الحتة دي اللي هنا. طبعا دي ملاها مكان بيركب فيه، لانك تلفها لما بتثبت كده هي ثبتت يا جماعه، مش هتلف، تمام. كده هنحدد مكانها اكتر. هي مكانها هنا اهو في يا جماعه سنه هنا شايفينها، في سنه هنا اهي هي بتبات فيه. دي طبعا عشان لما تمسك المايك في ايدك ما تقعدش، يعني ما يبقاش حاجه تقفله تاني. خلاص كده انا اطمنت دي كده لو انا بستلم من غير ما اجرب، ابو الفلتر بتاعه الاولاني. ده اول واحد. تيجي تركبه بقى هنا اهو، تضغطه بالشكل ده، تركبه اي اتجاه بقى انت مركبها فيه، تضغطه بالشكل ده
طبعا لو خدت بالك ان الكاوتشة وسعت، فتحلينا وسعت، الاستك طبعا كده هيقوم بشغله بقى. ثبته على المستوى اللي انت عايزه. تمام كده المايك جاهز للشغل. طبعا كده ركب الكابل بتاعك والكلام ده كله. تمام. طلعه برضه اهوت عادي خالص. مولة. طب انا لو عايز اركب ده بقى هركبها ازاي وهركبها فين؟ يجيلك الحامل، السن بتاعه هو مع اللي احنا قلنا عليه، ركب فيه كده. تركب المايك بتاعك جواه. طبعا دي برضو بتتحرك على حسب ما انت عايز، يعني انت عايز كده عايز كده اهو، اي وضع انت عايزه. معاك هنا زي الطبرة مفصلة بحضراتكم، طبرة زي مفصلة كده هنا، ومعاك المفصلة التانية برضو اللي في القطعة. يعني انت في الجزء ده فيه مفصلتين، واحدة اهيت وواحدة اهي، وده بيتفك بقى يعني كده عادي. طبعا في حالة الثبات يا جماعة الحامل لو الحامل كويس وكل حاجة، بس الحامل مش احسن حاجة يعني. انا ما اعتقدش ان انت ممكن تلاقيه بالسعر ده اصلا وتلاقي حامل محترم. الحامل محترم مش وحش، بس مش بتاع ان انت تحركه كتير وتستخدمه كتير وكده. بس لا هو يعني يعيش معاك، مش هيعيش، لا هيعيش وكل حاجة بس بالمحافظة يعني. تمام. طبعا دي كل محتويات الكرتونة. كل القطع بتاعتنا، كل حاجة. بالنسبة للكابلات اهي يا جماعة، هي بتركب في الجهاز عادي جدا، مفيهاش أي مشاكل. مفيش كابل هنا يعني في مشكلة ولا حاجة وده طبعا المهم، لأن معظم الكابلات دي بتوصل هنا، ما بتتوصلش في أماكن تانية. تمام. بتوصل الجهاز للكمبيوتر ازاي؟ بتيجي من مكان الشحن. طبعا احنا ممكن بقى عشان يبقى كلامنا بالمظبوط يعني نجيب الكتالوج زي ما هو كده. هو بيقول لك هنا اهوت وفي صور كتير برضه يا جماعه موجوده الوان لو انت حابب يعني. طبعا الجهاز فيه بطاريه، دليل ان هو قاد، فعشان بيوصل له كهرباء وانت بتشتغل يعني. فبتاخد الكابل بتاعنا اللي هو اليو اس بي. تمام. بتركبه هنا مكان الشحن، تركبه مكان الشحن وبتستخدمه من هنا. طبعا لو الجهاز عندك النسخه الويندوز اللي عندك، انا عندي معرفش بقى موجود عند الناس ولا لا، انا عندي الويندوز 10 برو. فانا بصراحه اول ما وصلته المايك قرا على طول، بيقرا المايك على الجهاز. تخش على السيتنج طبعا في الويندوز وبتشوف اعدادات الصوت وتروح على المايك المايك الداخلي. طبعا لو انت بتستخدم لابتوب او كده، المايك الداخلي بيبقى اسمه موجود، وبعدين بتبدا تركب فبيظهر لك المايك التاني في الكمبيوتر بتاعك بنفس الاسم ده V8. فانت ما بتتعبش فيه، وحتى ما بتبحث بالبلوتوث عن الجهاز برضو اسمه V8. تمام. اتمنى من حضراتكم ما تنسوش تدعمونا باللايكات، واي محبين للكوره يا جماعه والاخبار العامه وفتح المنتجات والحاجات دي كلها. طبعا احنا عندنا قناه تانية اسمها فيوتشر بلس، خاصه بالكوره وفتح منتجات ورحلات سفاري، او يعني لو الواحد نقل في اي مكان بيقول احسن اماكن فيه، واماكن لو انت حابب تفسح او كده، مناظر طبيعيه والحاجات ديت، وماتشات كوره طبعا بنغطي من المدرجات. فيعني لو حابين تشتركوا فيها تشرفونا. طبعا هي بنفس اسم القناه بس اللوجو مختلف، هي اسمها فيوتشر بلس بس. اتمنى طبعا من حضراتكم ان الفيديو يكون نال اعجابكم، واسف على الازعاج لو طولت عليكم، بس كان لازم اشرح الموضوع يعني زي ما انا استلمته ودورت عليه. ان شاء الله هيبقى في مراجعه كامله او مراجعه النهائيه للمايك، وهنقارنه برضو بسعر المايكات الموجودة. بالنسبة مثلا للمايك لو انا واحد بنشئ محتوى او فاتح قناة او بعمل حاجة على الفيسبوك او محتاج المايك في الشغل معايا، فهنتكلم برضو عن اشهر مايكين في السوق. تمام. ما تنسوش حضراتكم لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لحضراتكم على المشاهدة.